عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم، مش مفهوم الاستسلام والاستمرارية، لا، مفهوم ان النجاح اصلا بيجي علشان انت وقعت 10 مرات قبل كده، علشان انت يئست 10 مرات قبل كده. المفهوم ده مهم جدا. في الشطرنج لما بنيجي نلعب، لو انت خسرت الوزير انت بسهولة جدا ممكن ان انت تستسلم، وناس كتير بتعمل، لكن مع التدريب المستمر والمحاولات المستمرة بتفهم ان وقوع اهم قطعة عندك في الشطرنج مش معناها انك خسرت الماتش او خسرت الجيم، ده معناها ببساطة انك انت في موقف اضعف محتاج ترجع للموقف الاقوى. وبالتالي لو انت بدأت ان انت ما عندكش نفس طويل وقدرت ان انت تطول نفسك، مش هتقدر ان انت تكسب الماتش. في طرق كتير معمولة حتى لو انت في موقف اضعف تقدر تكسب بيها وتعدي وتنجح. في البيزنس نفس المشكلة، مش معنى ان امكانياتك قليلة او معنى ان انت حاولت في الموضوع ده قبل كده وما ظبطش انك توقف الطريق ده وما تستمرش فيه. عشان كده احنا في البيزنس ما بننجحش من اول مرة، ما بننجحش في المحتوى من اول مرة، ما بننجحش في التسويق من اول مرة، ما بننجحش في المبيعات من اول مرة، حتى الارباح ما بننجحش فيها من اول مرة. فاحنا بنبني البيزنس علشان احنا مقررين ان احنا ننجح، مش مقررين ان احنا نجرب. انت بتبقى داخل الماتش عشان تكسب، وانت بتحاول مرة واثنين وعشرة عشان تكسب، لكن انك تدخل البيزنس عشان تشوف المجال ده بيكسب ولا ما بيكسبش، عشان تدخل البيزنس ده علشان تشوف المجال ده مناسب ليا ولا مش مناسب ليا، محتاج ايه ولا مش محتاج ايه، اقدر عليه ولا ما اقدرش عليه، ده مش شكل دخول اصلا في البيزنس. البيزنس معمول مش عشان تجرب، البيزنس معمول عشان تحاول 20 مرة عشان تنجح. فالبيزنس عشان تنجح فيه انت محتاج تغير مفهوم مهم جدا، مفهوم انك انت مش داخل تجرب، مفهوم النفس الطويل هو الحل، انك تجرب 20 مرة هو الحل، انك ما عندكش حلول تانية غير انك تنجح.